الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افترسوا ولا تختلفوا وسدوا الخلل. صلي فرضا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الحمد من السماوات ومن الأرض الله أكبر. الله أكبر. رافع الحمد وجبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده والحمد من السماوات ومن الأرض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ونتقضي ولقضى عليك وإنه لا يسلم ولي يسلم تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قد نستغفرك وما نتوب اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر ربنا رحمني وجبرني ورفعني ورزقني الله أكبر الله أكبر تحت البركات الصلوات الطيبات
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر
الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengarkan beberapa hadis dan riwayat-riwayat mengenai fadilah keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Dan asal usul di dalam kitab Durrul Mansur terdapat sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Terdapat beberapa pendapat mengenai alasan dikaruniakan malam ini. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah merenungkan usia umat-umat terdahulu yang lebih panjang daripada usia umatnya yang pendek. Beliau pun bersedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal-amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga mengaruniakan malam Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal ini bermakna apabila ada seorang yang memperoleh kesempatan beribadah selama separuh malam di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam-malam tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala beribadah lebih baik daripada 83 tahun, bahkan lebih. Riwayat lain menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat tentang kisah seseorang yang sangat soleh dari Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 tahun untuk berjihad di jalan Allah. Mendengar kisah ini, para sahabat merasa iri. Terdapat mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka malam Lailatul Qadar sebagai ganti dan beribadah selama 1000 bulan tersebut. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 4 nabi dari Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan 80 tahun untuk beribadah dan berbakti kepada Allah tanpa pernah mendurhakainya sekalipun. Mereka adalah Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizkil atau Nabi Ezekiel alaihissalam, dan Nabi Yusha alaihissalam. Mendengar hal ini para sahabat merasa iri. Lalu Jibril alaihissalam datang dan membacakan surat Al-Qadar yang mewahyukan tentang keberkahan malam yang istimewa ini. Di antara hadis-hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah maksud berdiri di sini adalah salat juga meliputi bentuk ibadah yang lain seperti berzikir, tilawah Quran dan sebagainya. Kata-kata mengharap pahala maksudnya adalah agar niat seseorang tersebut ikhlas dan jauh dari niat-niat lain seperti riya. Menurut Khattabi rahmatullahi alaihi, maksud kalimat itu adalah agar seseorang benar-benar meyakini janji Allah lalu berdiri di hadapannya dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Kita tahu bahwasanya jika seseorang berkeyakinan kuat untuk mendapatkan pahala yang besar, maka ia akan mudah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan semua itu akan terasa ringan baginya. Inilah alasan mengapa para muqarrabin merasa ringan dalam meningkatkan dan memperbanyak ibadah mereka. Hadis yang berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan telah tiba bagi kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari memperoleh kebaikan pada malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang-orang yang sangat malang. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, siapakah yang dapat meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia yang sangat besar ini? Seseorang petugas kereta api akan rela berjaga sepanjang malam demi mendapatkan beberapa rupiah saja.
maka apa susahnya beribadah selama bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun ibadah. Syaddad radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. Ia biasa berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri sampai waktu fajar. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir kantukku." Setelah tidur sebentar antara maghrib dan isya, Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu biasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan hingga tiba waktu subuh. Diceritakan bahwasanya Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaihi selama 50 tahun beliau selalu salat subuh dan isya dengan wudu yang sama. Diulangi dari bahwasanya Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaihi selama 50 tahun selalu salat isya dan subuh dengan wudu yang sama. Silah bin Ashim rahmatullah alaihi biasa menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah hingga subuh, dan setelah matahari terbit ia berdoa, "Wahai Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tetapi hamba hanya memohon kepadamu agar menyelamatkan hamba dari neraka jahanam." Qatadah rahmatullah alaihi biasa menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan, tetapi pada 10 malam terakhir ia menghatamkan Quran setiap malam. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi terkenal karena selama 40 tahun melaksanakan salat isya dan salat subuh dengan wudu yang sama atau tidak batal. Apabila teman-temannya bertanya kepadanya bagaimana ia memperoleh kekuatan untuk melakukan itu, ia menjawab, "Ini karena doa khusus yang aku panjatkan pada Allah melalui Ismul A'zam. Ia hanya tidur sejenak pada siang hari." Mengenai hal ini ia berkata, hadis menganjurkan agar melakukannya, yaitu tidurnya semata-mata mengikuti anjuran hadis. Hadis yang ketiga, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatul qadri nazala Jibril alaihi salam fi kabatin minal malaikati yusalluna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha 'azza wa jalla, fa idza kana yawma 'idihim ya'ni yawma fitrihim baha bihim malaikatahu fa qala ya malaikati ma jazaa'u ajrin fi ajirin waffa amalahu qalu rabbana jazaohu ay waffa ajruhu qala malaikati ibadi abdi wa imai qadaw faridati alaihim thumma kharaju ya'ujjuna ila ad-du'ai wa izzati wa jalali wa karami wa uluwi wa irtifa'i makani la ujibannahum fayaqulu irji'u faqad ghafartu lakum wa baddaltu sayyi'atikum hasanatin qala fayarji'una maghfuran lahum. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam Lailatul Qadar, maka Jibril akan turun ke bumi bersama kumpulan para malaikat dan akan berdoa bagi orang-orang yang berdiri salat malam atau duduk mengingat Allah, dan pada hari raya lebaran Idul Fitri Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat dan berfirman, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi orang yang telah melaksanakan pekerjaannya?" Jawab para malaikat, "Wahai Allah, hendaklah ia diberikan upah sebagaimana usahanya." Ia berfirman, "Wahai para malaikatku, hamba laki-laki dan perempuanku telah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka padaku." Lalu mereka keluar untuk salat Idul Fitri dan berdoa mengeraskan suara mereka, "Sungguh demi kemuliaanku, kemegahanku dan kehormatanku, maka dan ketinggian tempatku yang paling tinggi, pasti aku akan kabulkan semua doa-doa mereka." Lalu Allah berfirman kepada manusia, "Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, sungguh telah aku ampuni seluruh dosa kalian dan aku ganti keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka pun kembali dengan memperoleh ampunan. Hadis riwayat Baihaqi. Alhamdulillah telah dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita telah memasuki 10 malam terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Insyaallah kami menghimbau kepada para jemaah untuk semakin meningkatkan amal ibadahnya, terutama bagi para bapak-bapak. Untuk kami menghimbau untuk kita bersama-sama iktikaf pada 10 malam terakhir ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وإذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله